شيلون هيج عالجتي جلد الوزة. روحي هاتي زيت بنزين 92 عادي. علامات في جسمك مش عارفه تتخلصي منها. لو عندك اثار حبوب الحل سكينورين، لو عندك اثار جروح الحل نيوجيل، لو عندك اثار حروق الحل كونتراكتيوبكس. بس كده. فاكرين من شويه لما قلت لكم ان الانفلونسرز بينحتوا من بعض افكار الفيديوهات؟ في انفلونسر معين كده او واحد برضه بيتكلم في التجميل بنفس الطريقه كده، يقول لك بس كده سهله، مش محتاجه حاجه يعني. عارفين وانت اكيد لو متابعين عارفين سهله. فهي خدت كوبي بيست نفس الكلام، طبعا لا هو فاهم حاجه ولا هي فاهمه حاجه. مفيش حاجه اسمها يا جماعه ان ده حله ده وده حله ده، مفيش حاجه اسمها كده. حضرتك ما كشفتش على الحاله عشان تقول ايه انسب حاجه ليه. انا دكتور درست عمري كله الطب وبقالي اكتر من 10 سنين بشتغل في التخصص. لو حضرتك بعتي لي رساله وقلت لي ايه علاج علامات التمدد هقول لك، لو ما كشفتش عليكي ما اقدرش اقول لك ايه العلاج لان كل حاله مختلفه عن التانيه. بس الكلام ده مستحيل. اللي بعده شيلون هيج عالجتي جلد الوزة قبل العيد. ايه اخواتنا العرب، هل انا نطقت هذا الكلام بصيغه صحيحه ولا ايه؟ انا بهزر يعني، ما ده بتزعلوا مني. بس شيلون هيج يعني كان عندها جلد وزة وعالجتش. تاني ذا اوردينري تاني يا زكي. الله يكون شيء اعلان. الله يا الشركه دي عامله شغل ماركتنج محترم. خلاص هي كده عالجت، عرفنا شلون عالجت هذا الجلد الوزة بالاوردينري سيرم. اللي بعده معقوله كل ذا طلعت من بشر، كل ذا دي هذا. فقال له المفروض فيه هي قبلها. مش مشكله في اللغه العربيه. حياتي الاستاذ سيد هو عارف نفسه. ماشي، جهاز تنظيف بشره يعني منزلي او حاجه زي كده، زي اجهزه الهايدرو فيشيال وكده، بيبقى فيها هاند بيس بتعمل سكشن، بتعمل شفط للجلد كده عشان تطلع الرؤوس السوداء والدهون وكده. بس طبعا ما نصدقش المنظر، مش كل ده طلع من بشرتها ولا حاجه، ممكن لون الماء اتغير شويه ولكن الموضوع برضو اعلان. اللي بعده اعراض نقص البروتين. ماشي، ما علينا. اللي بعده صابونه جليسرين و2 كوبايه ميه مغليه. اي زيت عطري تحبيه، اي زيت عطري تحبيه، اي زيت عطري تحبيه، اي زيت. روحي هاتي زيت بنزين 92 عادي، ما فيش مشكله. زيت، ما هو ده زيت وعطري له ريحه، ايه المشكله؟ قلب كله بالواو على بعض. طبعا الكلمه اللي في الاخر ما لحقناش نقراها عشان نضطر نعيد الريل. والله ما انا عايزه، والله ما انا عايده، والكلام ده غلط من غير ما اقرا. ايه العبط ده؟ ايه ده؟ هي الصابونه الجليسرين كانت كفايه نغسل بيها. تبذير اوفر يعني بصراحه، والباقي ده كله هري. ايه ده؟ اللي بعده افضل صابونه تفتيح للبشره موجوده في الصيدليه. افضل واحده، مفيش حاجه افضل منها. كل الصابون التاني مستواه اقل. هو عمل دراسه مقارنه كنترول دبل بلايندد ستادي، خلى كل صابونه يستعملها 100 واحد و100 تانيين بيستعملوا بلاسيبو، وحطهم رسوهم كده قدام بعض، ووصل في الاخر للنتيجه ان دي افضل صابونه. مفيش هاش نقاش. لو جه بعدها باسبوع عمل فيديو تاني قال في افضل صابونه تانيه حاجه تانيه، يبقى ساعتها كان متفق مع دول ويكونش اعلان. لا ده كذا واحده، ده مطلع لنا 3 يعني، مش افضل صابون، افضل 3 صوابين. قارنا بين ال3. طيب وطبعا برضو قصير الكلام، ما تلحقش تقراه ومش عارف ايه عشان تشوفه تاني. مش وحشين ال3 صوابين دول يعني، عادي شغالين، ما يقولوش لا، بس مش افضل 3. فاهم؟ مفيش صابونه بتفتح لوحدها يعني. لو عايزه، لو في مشكله في البشره غامقه عايزين نفتحها، او في غمقان، في بقع غامقه عايزين نعالجها، الصابونه مش هتعالج. الصابونه دي مش علاج، الصابونه دي حاجه مكمله للعلاج. يعني لو سنانك مسوسه مش هتروح تغسلها بالمعجون، الكلام ده من الاول قبل ما تسوس كنت غسلتها. نفس الكلام، تعمل الصابونه ماشي بس يعني مش علاج. لو عجبكم النوع ده من المحتوى قولوا لي يا جماعه، اعملوا لايك وكومنت وشيروا الفيديو يعني وكده. ممكن نتفرج على الفيديو ده، ممكن نتفرج على الفيديو ده قبل ما نعمل فيديو جديد، ونشتركوا على القناه. اشوفكم على خير.